على رسول الله. عاملين ايه يا حبايبي؟ ان شاء الله تكونوا بخير. انا دلوقتي عايزه اعمل ايه عند الحاف قاعدين كده، عايزه اعمل له وش ايه، وش الحاف. الجو ساعة بقى داخل، فعايزه اعمل له وش عشان يبقى حتى شكله نضيف من بره. هو قديم، عايزه اعمل له وش ونتغطوا بيه. نعمل ايه؟ جبت بقى عايزه اعمل له تلبيسه. اعمل ايه بدل ما اشتري قماش جديد وغالي؟ لقيت عندي ملايه نص عمر، ملاية ايه، ملايتين. ادي ملاية فوق اهي، قستهم على بعض هيبقى وش ووش. وتحطهم على بعض وخيطه والبسهم اللحاف، يبقى شكله حتى حلو مبلوع شوية. ومن الناحية التانية يبقى الايه، يبقى تقيل، تتغطي بيه يبقى تقيل. ادي ملايتين، ادي ملاية كده وادي ملاية تحت اهي. ملايات دي من بتاع الزمان، نص عمري يعني. فايه قلت اعملهم بقى، اعملهم على المكنه. دي لقيتها زياده شويه، تنتها كده، قلت زياده شويه الواحد ايه يقصها يعملها ايه بياضة مخده كده. لقيتها طويله شويه عن اللي تحت، لازم الاتنين يبقوا مساويين بعضهم. وهنعملها هو. وايه رايكم في اللي بقوله دي؟ جيت اقعد على المكنه، العيال ملكفتين الخيط وكسرين الابره. شوفوا اللعب بتاع العيال، يلعبوا في المكنة وكسرين الإبرة ومبهدلين خالص. أعمل إيه؟ مش عارفة والله أنا أعمل إيه. يتخيط بتاع وش اللحاف ده اهو. مين اللي كسرها؟ مين اللي لعب في المكنة؟ شوف مكسورة. روح شوف أبوك بقى عايز إيه.